معكم قناة وصفات فدوى على اليوتيوب. كيفية اليوم حساء أو شوربة اليقطين الصحية والغنية بالفوائد الغذائية، وأهم شيء أنها سهلة وسريعة التحضير. في كوكوط نحطو كلش بارد في بارد، حبة بصل كبيرة مقطعة، 2 فصوص كبار تاع الثوم مع كمية تاع زيت الزيتون، 400 غرام تاع يقطين أو الكابوي الحمراء، 2 حبات جزر مقطعين، 2 حبات بطاطا مقطعة، ربطة أو بوكي تاع المعدنوس اللي هو البقدونس. تقدروا تضيفوا معاهم كركاس تاع الدجاج باش تعطيكم بنة أكثر. نضيفوا الملح حسب الكمية، فلفل أبيض أو أسود، القليل من الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. نغطي الخضرة تاعي بالماء البارد ونحطها تطيب فوق النار مدة نصف ساعة. ما تنساوش تمرقوا طبعا بالماء الساخن على حسب الحاجة. بعد ما تطيب الخضرة ننزع الباقة تاع المعدنوس، نضيفوا الجبن الطري أو جبن المثلثات 2 ولا 3، ونطحنوا الكل بالبغا ميكسور. وانتم هنا تتحكموا في قوام السوب تاعكم، إذا جاتكم بزاف ثقيلة زيدوا لها شوية تاع الماء مغلي وردوها دقيقتين فوق النار. قدموا هاد الحساء أو شوربة اليقطين سخونة مع رشة معدنوس وبذور اليقطين المحمصة. ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها. للمزيد من الوصفات زوروا قناتي على اليوتيوب وصفات فدوى، وإلى اللقاء.